المقدمة بتاعتي النهاردة عبارة عن جملة بسيطة لكن معبرة جدا عجبتني لما قريتها. بيقول لك قمة الإنسانية إنك أنت تحول ثقافتك إلى سلوك بتمارسه في حياتك العامة، سواء كان مع أحبائك، سواء كان مع مقربين ليك، سواء كان مع متابعينك الكرام. وده اللي احنا المفروض إن احنا نتبعه ونحاول إن احنا نطبقه بسلوكنا الحضاري، ونعبر عن ثقافتنا اللي بتعبر عن اسلوب حياة احنا عايشينه وعشناه عن طريق ابائنا واجدادنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احبائي واصدقائي في قناتي قناة ابو قشين. يمكن مواضيعنا النهارده مواضيع كتيرة، وزي ما انتم شايفين ان انا ما بنزلش فيديوهات زي الاول نظرا للظروف الصحية اللي كنت بمر بيها، والظروف العملية مش مديني المساحة ان انا انزل فيديوهات زي الاول، ولكن بتابع بعض الفيديوهات للناس اللي انا بتابعهم، والنهارده جاي عشان اعلق عليها. يمكن هبتدي بالفيديو بتاع مدام زايا داوود اللي كتبت عنوان بتقول لك اعتزل ما يؤذيك حتى لو كان في صلة رحم. وهنحاول ان احنا نوضح معنى العبارة ديت او معنى المقولة ديت اللي قالها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهنقول ايه السبب في حاجة زي كده. تاني حاجة هنشرح برضو او هنخش في البث بتاع حمادة داوود اللي عمله في اليومين اللي فاتوا، واضطر ان هو ينهي البث بعد صراع واشكال من متابعين حلمية ومتابعين زاهية داوود في البث، وكان منظر غير حضاري بالمرة. وهنقول كلمتين للسيدة المحترمة اللي المفروض تكون محترمة لميس. وهنقول كمان كلمتين للأخ مصطفى داوود. هنبدأ بالفيديو بتاع اعتزل ما يؤذيك حتى لو كان في صلة رحم. فعلا العبارة دي موجودة والكلمة دي موجودة، ودايما الناس بترددها، مع ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حاجات كتيرة ممكن ان احنا نقتدي بيها ونثبتها في حياتنا العملية، لكن كل واحد بينقي الحاجة اللي تناسبه. زاهية داوود لما قالت اعتزل ما يؤذيك حتى لو كان في صلة رحم بعد ما سألت الشيخ، انا ما سكتش وحاولت ان انا ابحث، وفعلا دورت على حاجة زي كده، وسمعت فضيلة الشيخ على ما اظن ممدوح امين وهو بيفسرها. مش معنى ان انا اعتزل ما يؤذيني حتى لو كان في صلة رحم. طبعا الاذى هنا بيجي عن طريق ايه؟ في الرزق، في المعاملة، في اي حاجة انت تعطل مسيرتك العملية في حياتك. مش لدرجة انك انت تصل لقطع صلة الرحم بينك وبين اخوك، بينك وبين اختك، بينك وبين اي حد من اقاربك، لكن من المفترض انك انت تشاركهم في فرحهم وحزنهم وتكون على صلة بيهم في المناسبات. مش ان احنا نقطع صلة الرحم بيننا وبين اخويا لمجرد ان انا زعلان معاه. يعني مفروض الست زاهية داوود لما تيجي مناسبة عند الاخت حلمية مفروض ان هي تروح تشاركها وتفضل على مسيرتها، تعتزل ما يؤذيها من الحاجة اللي بتيجي منها. ونفس الشيء بالنسبة لحلمية، لما يجي مناسبة عند زاهية داوود لازم تروح عند زاهية على اساس ما يبقاش قطع صلة الرحم نهائيا. ده اللي انا فهمته من فضيلة الشيخ ممدوح امين. دي نقطة. النقطة التانية هنتكلم على البث بتاع حمادة داوود في الوقت اللي احنا بننادي فيه بعودة الروح، او المبادرة اللي كان بيقوم بيها حمادة داوود. احنا افتكرناها ان هو بيقوم بلم الشمل العيلة بالكامل، لكن اللي اتضح في البث بتاعه، وده كان رده على سؤالي لما دخل الاخ مصطفى داوود البث بتاعه، قلت ان انا اشرك مصطفى داوود مع حمادة على اساس يساعدوا بعض في لم الشمل في عيلة آل داوود، وننتهي بقى من المشاكل اللي كل يوم نصحى ونقوم على مشاكل آل داوود، كما لو كان اليوتيوب مخلوق لآل داوود فقط لا غير.
طبعا الاخ حماده كان رد مقنع وانا اقتنعت بيه، ان قال لي روح للقناه او روح للشخص اللي انت بتدعو معايا ان هو يشارك في المبادره. انا بقوم المبادره دي بنفسي، بصالح اخواتي اللي انا متخاصم معاهم، او بحاول ان أنا اصلح ما افسده الزمن علينا، وبنحاول نقرب الناس لبعضيها. لكن اللي عايز يقوم بحاجه زي كده يقوم بنفسه هو لنفسه هو، ودي حاجه ما نقدرش نعيب فيها على حماده. ولكن افتكر معظم الناس ظنت ان الصلح دوت او ان هو بيقوم بمبادره لعوده لم الشمل للعيله بالكامل. دي حاجه كويسه جدا وكلنا انبسطنا منها وايدناك فيها. عايز اقول لك ان لما قلت لك خد مصطفى معاك، انا فكري في حاجه تانية خالص، ودايما كنت بنادي بيها، ويمكن دوت انا وضحته في التعليق بتاعي من اول بدايه دخولنا في المشكله، واحنا بننادي بعوده الروح لعيله آل داوود. ما حاولتش ان انا ادخل في الفرقه، ما حاولتش ان انا ادخل في زياده اتساع الفرقه اللي موجوده بينكم. دي نقطة كان من حسن نيتي معاك ومن حسن نيتي مع الأخ مصطفى، إن أنا بقول يا ريت يا أخ مصطفى لو تقدر إنك أنت تجتمع مع الأخ حمادة على أساس تساعده في لم الشمل. وكان رد حمادة غير المتوقع، وقال إنك أنت ممكن تروح لقناة الأخ مصطفى وتقول له الكلام دوت. طبعا انا بقول الاخ مصطفى هنا بناء على طلب الاخ حماده، وان كان ليا العتب الشديد على الاخ مصطفى داوود لما دخل البث دخل بأموشن ضاحك دوت بيدعو الى السخريه. حتى كلمه السلام عليكم ما قالهاش، ولكن ذكاء مدام هناء كان حاضر في الوقت واللحظه اللي دخل فيها الاخ مصطفى داوود ورحبت بيه على اساس ان هو القى السلام على الحاضرين. عايز اقول للاخ مصطفى في الوقت اللي احنا بننادي فيه بعوده الروح ولم شمل لعيله آل داوود، حضرتك داخل تضحك وتسخر وتستهزأ بيه. الوقت اللي احنا بنقول روح يا مصطفى معاه على اساس تلم شمل العيله، وانت حضرتك داخل تسخر مش بس من البث، بالناس اللي موجوده في البث. ودي الحاجة اللي ألمتني جدا جدا جدا. يمكن أنا ما زعلتش من رد حمادة داوود عليا، لكن زعلت لما لقيت الإيموشن بيضحك وبيبتسم وما قالش السلام عليكم. عايز أقول لك يا أخ مصطفى، أنا ياما كلمت حضرتك في فيديوهات عديدة وطالبتك إنك أنت تصالح إخواتك جميعا بما فيهم لبنى اللي هي تعتبر عصب النزاع بينك وبينها. أنا مش عايز أتكلم في تفاصيل، لكن رجوعكم لبعض كلكم على بعضكم كده هيمثل طفرة جديدة في عيلة آل داوود. أما إذا كنتوا حابين إن كنتوا تفضلوا على كده، فكل واحد هيسلك طريقه اللي هو شايفه في صالحه هو، وده الخطأ اللي احنا مش عايزينه يتكرر مرة تانية. كده هتبقى في أحزاب داخل أحزاب موجودة في العيلة. حاجة تانية كمان أحب أفكر بيها العيلة بالكامل. إذا كنتوا دلوقتي بتفكروا إن كنتوا تحافظوا على النشء اللي موجود أو الجيل اللي موجود في عيلة آل داوود، عشان لما حد يجي يخطب أو ما حد يجي أو بنت تيجي تتخطب أو واحد يروح يتجوز من عيلة تانية والسيرة الذاتية موجودة على اليوتيوب، يعني حدث ولا حرج، ممكن ان هو يترفض او ممكن ان هي تترفض او ممكن تعطل المسيرة. عايز افكركم بحاجة واحدة واكيد كلكم عارفينها. طالب الكلية الحربية او كلية الشرطة او الكليات السيادية لما بيجي يقدم بيعملوا السيرة الذاتية بتاعت العيلة. فانتوا سيرتكم الذاتيه بتاعه العيله آل داوود نتيجه للمشاكل اللي موجوده في اليوتيوب بصراحه شكل مؤسف جدا جدا جدا. فاذا كان واحد بس هيصلح نفسه عشان يحافظ على النسل بتاعه او يحافظ على الجيل بتاعه، فاكيد هيبقى مش هينفع، لازم الكل يتكاتف ويتصالح فيه. فمصطفى
او يا اخ مصطفى، يا ريتك انك انت تتنازل، وبقولها تتنازل عن بعض الامور اللي ممكن تساعد في لم الشمل في الوقت ده بالذات، لان بجد المسألة زادت عن حدها. وبالنسبة للأخت أم لميس، لما كنت في بس الأخ حمادة داوود، أم لميس تدخلت وبتقول يا أبو شين أنت قلت كلام في فيديو مناقض للكلام اللي أنت بتقوله دلوقتي في التعليق بتاعك عند حمادة. عايز أقول لك يا أم لميس، لما تيجي تكرري أو تيجي إنك أنت تقيمي شخص، قيميه بناء على تقييمك انت ليه هو، مش عن تقييم اشخاص تانية ممكن يكونوا ما بيحبوش ابو قشين، ممكن يكونوا ابو قشين مش مهضوم بالنسبة لهم، فممكن يسوقوا الصورة بتاعته. لا، انا لما انقد شخص في مرة واجي اقول عليه كلام حلو في مرة تانية، مش معنى ذلك ان انا ينطبق عليا المثل معاهم عليهم. انا مفترض ان انا ما امشيش على وتيره واحده، ان انا امسك شخص اقعد امدح فيه واقعد اقول فيه ملاذ وطاب فقط لا غير، ولما يجي يعمل حاجه غلط مش معنى ذلك ان انا لما اجي انقده او من اجي اصحح له المعلومه بتاعته معنى ذلك انه انا بهاجمه. لا، هو ده النقد، مش المفروض ان انا امشي على وتيره واحده. انا نقدت زايا ونقدت ام مصطفى بنفسها، ونقدت مصطفى بنفسه، ونقدت حماده بنفسه، ونقدت حلميه الفيديو اللي عمل دربكه بتاع المايو. قلت انا مفيش حاجه اسمها مايو اسلامي اصلا. ولما طرحت سؤال على المتابعين والقنوات اللي حللت لحلميه لبس المايو في وسط البحر مع الشباب والغنى والرقص اللي حصل، وقلت لهم هل تقبلوا انك انتوا تلبسوا المايو دوت في الديره بتاعتكم او في البلد بتاعتكم او في القريه اللي انتوا ساكنين فيها في مصر، وتبقوا موجودين بنفس المنظر دوت؟ مفيش حد جاوبني وقال نقبل كده. معنى ذلك انك انت لما تقول للاخت حلميه داوود انك انت عيشي حياتك وعيشي العيشه اللي انت ما عشتهاش في شبابك، عيشيها دلوقتي في السن دوت، ولبسها مايو وسط الشباب وهم نصهم عرايا ونصهم لابسين، معنى ذلك ان انا بضللها. هل انت تقبليها على نفسك انك انت تلبسي حاجه زي كده؟ مفيش ولا واحده ردت قالت ان انا البس الحاجه ديت والناس تشوفني. احنا قلنا اعملي زي ما انت عايزه يا حلميه، بس ما تصوريش الجزئيه اللي تثير الشك حواليني. ده اللي احنا قلناه. يا ام لميس اتقي ربنا في كلامك اللي بتقوليه، واسمعي فيديوهاتي كويس من اول المشكله وانا بنادي بالصلح، ولغايه دلوقتي بنادي للصلح، وبقول ان العيله ديت اخوات مسيرهم ومرجعهم لبعض، والداخل بينهم خارج، واولهم انتي. انا حبيت ارد وحبيت انبه ان لو الاخ حماده ماشي في الطريق عشان يراضي اخواته اللي كان متخاصم معاهم او اللي كان حادث بينهم سوء تفاهم ويترك الاخرين، يبقى اكنك ما عملتش حاجه، واكنك يا ابو زيد ما غزيت. والسلام عليكم ورحمه الله.